السلام عليكم. النهارده ان شاء الله معانا سيكشن 4 هناخد فيه elementary row operations، يعني العمليات على الصفوف. تمام. طيب وليكن ناخد مثال x بلس 3y بلس 6z بيساوي 25، معادلة خطية اهي. 2x بلس 7y بلس 14z ده كده بيساوي 56. 2y بلس 5z ده كده بيساوي 19. خد بالك ان المعادلة الأخيرة مفيش فيها x، فبالتالي المعامل بتاعها بيساوي الصفر. أول حاجة حطها في صورة الارجيومنتد ماتريكس. صورة الارجيومنتد ماتريكس تمام بتكون عامله ازاي؟ معاملات الاكس في عمود، معاملات الواي في عمود، معاملات الزي في عمود، وفي الاخر بنحط الثوابت وما بينهم بارير او ما بينهم خط، بحيث ان انا اقدر افاصل يعني بينهم. تمام. بعد كده بنبدا ان احنا ندخل على حاجه اسمها الاختزال رو اشلون فورم وديروز دو اشلون فورم، ان شاء الله هناخدهم الحلقه القادمه، ولكن خلينا ناخد كده الصوره العامه. a11 x1 بلس a1n xn بتساوي b1، بحيث ان n دي اللي هي العمود الاخير، am1 اللي هو الصف الاخير x1، amn xn bm. تمام. طبعا الشكل ده احنا عارفينه من المره اللي فاتت. a بعد كده علامه b، ده اللي هو شكل الاجمنتد ماتريكس او الاختصار بتاعها، ده ان شاء الله هناخده مع الماتريسيز. تمام. ده كده الشكل العام بتاع الاجمنتد ماتريكس. حقيقي مهم جدا تكون عارف الكلام دوت، لانه مهم جدا 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 في الاختزال بتاع المصفوفات. خلينا بقى نتعرف على الاليمنتري اوبريشنز او العمليات على المصفوفات، وهل هي بتغير من القيمه ولا مش بتغير من القيمه. هنعرف ده مع بعض. اول حاجه تكون عارفها هي مش بتغير من القيمه. تمام. اول حاجه عندي ان انا اقدر اسويتش تو روز، ان انا ابدل ما بين اي صفين عندي. اي صفين عندي ممكن ان انا ابدل ما بينهم، وده مش هيغير من قيمه النواتج ابدا. تمام. او ان انا ملتبلاي، ان انا اضرب ارو، تمام، باي ا نون زيرو فاليو او نون زيرو نمبر. يعني اضربه مثلا في 1 2 3 سالب 1 سالب 2 سالب 3، وليكن اي حاجه من الحاجات دي مش هتغير في القيمه بتاعته. تمام. وليكن كده سكيلر، تمام، ما عدا الصفر في ار ان. في بقى حاجه ثالثه ودي الشائعه عندي، ان انا مثلا ابدل صف تاني، تمام، بمالتبلاير. مثلا يعني اقول مثلا هنبدل الصف التاني دوت بالصف التاني ده مجموع على 3 من الصف الرابع او من الصف التالت. تمام. دي ان انا ملتبلاي اوف انذر رو added to it. يعني ايه؟ يعني هبدل الصف التاني مثلا ار ان بار ان بلس كي مضروبه في ار ام. بس موضوع بسيط جدا يعني. يبقى اذا ممكن ان انا ابدل صفين بعض، ممكن ان انا اضرب في ملتبلاير، ممكن ان انا ابدل صف بالصف بنفس الصف، ماشي، ومحطوط له ملتبلاير في صف اخر. موضوع سهل خالص. دي العمليات على المعادلات الخطيه، على المعادلات او ممكن نقول عليها المصفوفات عادي. طيب خلينا نشوف هنتعامل مع المصفوفه دي ازاي. دلوقتي عندي الصف التاني العمود الاول في عندي 2، فاول حاجه هخلص منها هي الاتنين دي، فاقول ار2 ماينس 2 في ار1. ماينس 2 في ار1. ليه ار1؟ لان ار1 جميل جدا في العمود الاول، عندك واحد، فالواحد دوت هو افضل حاجه انا هعرف اتعامل معاه. ودايما يا شباب دايما احنا بنتعامل مع ار1 بناخد ار2 من ار1. تمام. ف2 ماينس الاتنين عندي هنا في واحد، دي هتديني الصفر. تمام. طيب عندك هنا 7 ماينس الاتنين في 3، فدي كده هتديني واحد. طيب اللي بعد كده عندك 14. تمام. اختي كانت بتشخبط يا جدعان، معلش يعني. معلش. تمام. بعد كده عندنا ايه؟ عندنا 14 ماينس الاتنين في 6، فدي كده هتديك ايه؟ هتديك 2. بعد كده هنعمل 56 ماينس الاتنين في 25 يا معلم، فادتك ايه؟ ادتك 8. ولكن انا عايزك تفهم بس الفكره ماشيه ازاي. ان انا عندي الصف التاني ده اول حاجه ببص عليها الصف التاني العمود الاول، الصف التاني العمود الاول، دي اول حاجه بصفرها. الصف التاني العمود الاول. بعد كده الصف التالت العمود الاول، دي عندي هنا بصفر، فاذا هروح على الصف التالت العمود التاني اللي هي الاتنين دي، فهو الار 3 ماينس الاتنين في ار 2. اشمعنى ار 2؟ عشان في العمود الاول عندك صفر وتحتيه صفر، فده افضل حاجه انا هتعامل معاها. طيب تعالى كده نلعب مع بعض. يبقى اذا ار 3 ادي صفر ماينس الاتنين، تمام، في صفر، فبالتالي ادتني صفر، ففضل الصفر زي ما هو، الصفر اللي انا عايزه اصلا حافظت عليه. فهمت ليه بقى انا استخدمت الصف التاني؟ قشطه. طيب 2 ماينس الاتنين في واحد ادتني ايه؟ ادتني صفر، ده اللي انا عايزه اصلا. يبقى 5 ماينس الاتنين في الاتنين، فده كده اداني واحد. جميل زي الفل. 19 ماينس الاتنين في 8، فده كده اداني ايه؟ فده كده اداني 3. تمام زي الفل. كده انا اقدر اعمل حاجه اسمها باك سبستيتيوشن، بحيث ان انا اقول لك الاكس ضيعتها، الواي ضيعتها في الصف الاخير، فاذا عندي كده ايه؟ عندي كده الزي بتساوي 3. كلام زي الفل. باك سبستيتيوشن حليت الدنيا. تمام. واي بلس الاتنين زي ده كده بيساوي 8. انا عندي قيمه الزي، يبقى اذا اجيب لك الواي بكل سهوله. المعادله الاخيره اللي هي بتاعت الصف الاول اكس بلس 3 واي بلس ال 6 زي ده كده بيساوي 25. دنيا زي الفل. ده كده اسمه باك سبستيتيوشن يا شباب. يبقى اذا الواي طلعت معايا ب2. الزي الاكس هحسبها من المعادله الاخيره،
حيث هي عبارة عن 25 ماينس التلاتة في الواي اللي هي باتنين ماينس الستة في الزي اللي هي بتلاتة، إذا نطلع واحد. يبقى إذا جبت لك قيمة الإكس وقيمة الواي وقيمة الزي بكل سهولة. تمام. طلعت بواحد واثنين وتلاتة وحطيتها في شكل الفيكتور دوت، لأن هي حقيقي هي عبارة عن فيكتور أصلا. ده كده يا شباب اسمه العملية اللي عملناها دي اسمها جاوس إليمينيشن. العملية اللي عملناها اسمها جاوس إليمينيشن، والقيم اللي فوق دي جبتها بطريقة اسمها باك سبستيتيوشن. يعني باك ليه؟ لأن أنا بجيب الزي بعد كده الواي بعد كده الإكس، أنا جبتها بشكل عكسي. تمام. واللي فوق دوت اسمه رو إشلون فورم، والتلات أصفار اللي تحت دول اسمهم upper triangular matrix، هنقولها المرة الجاية. تمام. شكل الاختزال ده اسمه رو إشلون فورم. إن شاء الله كل الكلام ده هنقول المرة الجاية. يبقى اول حاجه عملتها اتعاملت مع الصف الثاني العمود الاول، كده الصف الثالث العمود الاول، بعد كده الصف الثالث العمود الثاني، بس عملت حاجه اسمها ابر ترينجل ماتريكس، مثلث الاصفار. ده هدفك تجيبه ازاي؟ زي ما قلت لك، الصف الثاني الصف الثالث عمود اول، الصف الثالث عمود ثاني، بس ده كل اللي عايزك تفهمه المره دي. فهمته انت زي الفل، انت هتعرف تختزل اي حاجه في الدنيا. في بقى شويه برنسبلز في الاختزال، حاجات هتقابلك هتوقعك ان شاء الله هنقولها المره الجايه. قلنا هنبدل صفين، قلنا هنضرب في سكيلر، قلنا هنبدل صف بس بنفس الصف دوت مجموع على ايه؟ ملتبلاير من صف اخر. هدفي اصفار، مش ان انا اجيب اصفار، لا هدفي اصفار. طبعا اللغز الهام اللي احنا قلناه اللي هو الابر ترينجلر ماتريكس، ده هدفك يا شباب. الصف الثاني عمود اول، الصف الثالث عمود اول، تمام، الصف الثالث عمود ثاني، الصف الثالث عمود